خطيرة. كلنا بنطلع من رمضان والعيد والاجازه ما بنكونش قادرين ندخل المطبخ خالص. بنحاول قد ما نقدر نعمل اكله سهله ما بتاخدش مجهود مننا خالص وما تكلفناش كتير وفي نفس الوقت يكون طعمها خطير. وبما انكم حبيتوا حواوشي البطاطس اللي قلب الدنيا، عملت لكم فيرجن منه جديده بقى، واخده من الجلاش ومن العجه ومن الحواوشي. اختراع عظيم قنبله من الفوائد، لازم تجربوه. واهم حاجه ان مكوناته كلها عندنا في التلاجة ومش هياخد منكم اكتر من ربع ساعه. ويلا بينا نبتدي الوصفه. اهم مكون في الوصفه دي هي البطاطس، اي حاجه تانية اضافيه بقى براحتكم، اي خضار عندكم في التلاجة ينفع مع البطاطس. وهنستخدم من كل نوع خضار واحده بس، واحده بطاطس، واحده جزر، واحده كوسه، واحده فلفل حامي احمر، واحده فلفل حامي اخضر، وواحده فلفل حامي اصفر، وواحده فلفل رومي. وبالنسبه للبصل انا بحب احط كميه زياده، يعني هحط بصلتين، وبحب في الوصفه دي ان احنا نستخدم البصل الابيض او بصل احمر برده مش هيقول لا، المتوفر عندكم حطوه. بعدين بقى ناخد الخضار بتاعنا بعد ما قطعناه نغسله كويس جدا جدا زي ما متفقين. النظافه والنظام هم سر الوصفه الخطيره. اول حاجه هبتدي بيها ان انا هبشر البطاطس واغسلها كتير جدا لحد ما تنزل النشا اللي فيها، وبعدين احطها في مصفى عشان تنزل الميه بتاعتها، وهبشر جزرايه، وكمان هبشر 2 كوسه واحط كله في المصفى. ما تقلقوش يا جماعه مش هتحسوا بطعم الكوسه ابدا للناس اللي مش بتحب الكوسه، يعني بس هنستفاد بفوائدها. بعد كده برده هحطها في المصفى. البصل بقى والفلفل الرومي والفلفل الحامي والثوم هضربهم في الكبه، وطبعا لو عايزين تقطعوهم على ايديكم براحتكم، انا بقول لكم على الطريقه الاسهل، وبرده هكتب لكم المقادير كلها تحت الفيديو. هنفرمهم بقى في الكبه فرم ناعم، يعني كاننا مقطعينهم على ايدينا، يعني مش عايزاهم يبقوا ناعمين قوي، يبقوا زي اللي انتوا شايفينه في الفيديو كده بالظبط. واهم خطوه بقى ان انا هرش رشه من الملح على الخضار بتاعي عشان ينزل الميه بتاعته كلها، عشان الوصفه بتاعتي ما تبص، ونسيبهم بقى على جنب يتصفوا في المصفى. بعد كده بقى جبت صينيه عندي حطيت فيها ورق زبده، دهنتها بالزيت زي ما انتوا شايفين، وممكن تدهنوها بس بالزيت مش لازم تحطوا ورق زبده. وبعدين بالجلافز بتاعت شركه فالكون لبستها في ايدي عشان ريحه الاكل ما تلزقش في ايدي، ورحت صفيت البصل والثوم والفلفل والكوسه والجزر والبطاطس، قعدت اصفي فيهم بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده لحد ما تنزل الميه بتاعتها كلها. شايفين كميه الميه اللي نازله من الخضار؟ لما كناش صفيناها كده كانت الوصفه باظت مننا. وفي طاسه بقى كبيره عندي على النار حطيت معلقه من الزيت، ونزلت الاول بالبصل والثوم والفلفل، قعدت اقلب فيهم لحد ما يتبلوا مني كويس، يعني يبقوا طراي. رحت نازله بالكوسه والجزر والبطاطس، ونقعد بقى نقلب حبه حلوين من تقريبا من 5 ل 10 دقايق لحد ما الخضار كله يتقل معايا ويكون كده استوى. وننزل بقى بالبهارات، رشه من الملح والفلفل الاسود، الثوم باودر والبصل باودر ومرقه اختياري، ونقلب بقى كله مع بعضه. واخر حاجه هحطها بهارات حواوشي، عايزه اقول لكم بتودي بقى الطعم في حته تانية خالص، هتلاقوها موجوده في السوبر ماركت او من عند العطار. يا لهوي يا جماعه على حلاوه الريحه، نفسي تيجوا تشموا الريحه. وبس كده تكون الخلطه الخطيره بتاعتنا جاهزه. هنعمل بقى حاجه شبه اللي بنعملها في الجلاش، مش احنا بنحط بيض ولبن على الجلاش؟ هنا بقى هنزود كمان دقيق، وهكتب لكم برده المقادير بالظبط تحت الفيديو. هنعمل العجينه دي كده هي شبه عجينه الكريب بالظبط، بقصد في القوام يعني. وبعد ما الخلطه بتاعتي بردت حطيتها كده في طبق، ورحت نازله عليها بالخليط اللي احنا عملناه ده واقلبهم مع بعض، وكده بقى تكون جاهزه تخش الفرن. اجيب الصينيه وافرد الخليط فيها كويس جدا اسويه، والفرن بكون مسخناه، بروح مدخلاها على الرف اللي في النص. اول ما بحس انها بتنشف بروح مطلعها على طول، واحط عليها من فوق جبنه موتزاريلا. بعد كده برجعها على الفرن تاني تحت الشوايه بس تاخد لون وتكون جاهزه معانا. ونسيت اقول لكم ان انا رشيت رشه زعتر كده فوق الموتزاريلا قبل ما ادخلها الفرن. مش قادره اوصف لكم يا جماعه جمال الوصفه دي، وقنبله فوائد بجد للكبار وللصغيرين، وهتاكلوا خضار كتير من غير ما تحسوا. وجبه تنفع للفطار وللغدا وللعشاء، وممكن كمان تكون سناك. هستناكم تجربوها وتقولي لي رايكم فيها ايه. خطيرة، لازم يا جماعة تجربوها. قنبلة من الفوائد، مبتاخدش وقت خالص، ربع ساعة تبقى جاهزة معانا، وفي نفس الوقت اقتصادية وطعمها خطير. يلا باي باي.